السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض لحمة ببصل كده حاجة تحفة. هنعمل طاجن كده حلو ان شاء الله يعجبكم قوي. خليكم معانا ونشوف الطاجن ده اتعمل ازاي وان شاء الله يعجبكم. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. شايفين شكل الطاجن بتاعنا او الصينية بتاعتنا؟ حاجة كده عظمة. يعني بأقل وقت ممكن يعني تقعدي في المطبخ، يعني نقول دقايق. الموضوع ده بياخد وقت السوا بس. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. جبنا معانا الطاجن بتاعنا او الصينيه بتاعتنا اللي عندكم. هنحط فيها كميه بصل حلوه، يعني انا مثلا عندي نص كيلو لحمه مسلوقه، هحط مثلا نص كيلو بصل على عدد. انا معايا لحمه، معايا ربع كيلو لحمه مسلوقه، انا سلقاها سلقه كامله. تمام. حطينا البصل بتاعنا كده زي ما انتم شايفين، هنزل عليه بطماطمايه مقطعه، يعني ربع كيلو لحمه هحط عليه ربع كيلو بصل، طماطمايه واحده مقطعه كبيره، قرنين من الفلفل الرومي وقرنين فلفل حامي. عفوا. كده انا حطيت البصل، الطماطم، الفلفل الرومي على الفلفل الحامي، وطبعا مش عايزين حامي براحتكم. هنحط الملح بتاعنا، هنحط فلفل اسود. يعني احنا نكون عندنا لحمه مسلوقه، مثلا عملنا اكل وكان عندنا لحمه مسلوقه، نقدر نعمل الوصفه دي. حطينا الفلفل الاسود والملح، هنحط شويه زيت كده زي ما انتم شايفين، وندعك بقى الخضار ده كده كله مع بعض. عايزين تزودوا كميه الخضار اكتر من اللي انا قلته هيبقى رائع وتحفه وجميل جدا. دي حته فلفلايه كبيره، مش مشكله خليها، مش هتعمل اي حاجه، تبقى جميله برضو. احنا كده حطينا التوابل بتاعتنا وحطينا الخضار بتاعنا، ناقص كده يكون عندنا اللحمه بتاعتنا. انا عندي ربع كيلو لحمه مسلوقه، كنت عامله اكل وفايده عندي اللحمه المسلوقه دي، وعايزه اعمل تاني يوم اكل. هعمل ايه؟ هجيب اللحمه احطها على الخضار اللي انتوا شايفينه ده. زي ما احنا شايفين كده، ادي اللحمه حطيتها على الخضار، وهبدا اقلب الكلام ده كده مع بعضه، وهغطيه بورق فويل وهندخلها على الفرن. اللحمه بتاعتنا طبعا الميه اللي فيها هتنشف، هتبدا الخضار بتاعنا ياخد لسعه كده، هنقلب لحد ما الخضار بتاعنا ده لونه هيغمق كده، هيدي لون حلو قوي وهيدي طعم يعني خطير بجد. احنا بس نغطيها بورق فويل اول حبه، وبعد كده نعين الورق الفويل ونحطه تحت الشوايه ونقلب، نطلعها نلاقي الخضار اتحمر، نروح مطلعينها من تحت الشوايه ونقلب تاني. نفضل على الخطوات دي لحد ما البصل بتاعنا ياخد اللون ده، وفي الاخر نديها وش كده ونطلعها بألف هنا وشفا. طعمها جميل جدا، ريحتها حلوة قوي، بسيطة جدا. ده لو عندي عزومة هعملها طبق رئيسي كده، حاجة تحفة جدا بجد. طواجن كده بتبقى شيك قوي قوي قوي، غير ان هي بتاخدش وقت. يعني انت عايزة تعملي مثلا عندك عزومة، حد جايلك وعندك لحمة مسلوقة مثلا، هتقطعي شوية الخضار دول على بعض وتروحي حاطة عليهم اللحمة وترميهم في طاجن في الفرن بقى، برام لحمة او صينية لحمة، حاجة ملهاش حل. فبصوا الوصفة دي من الوصفات الحلوة جدا اللي تنفع في رمضان كمان، لان رمضان وقته بيبقى قصير قوي، وكمان بنبقى الصلاة بقى وانتوا عارفين. فبنبقى عايزين ما نقعدش في المطبخ كتير. شايفين الجمال والحلاوة؟ ان شاء الله يعجبكم قوي. عايزة اقول لكم ان الوصفات دي يا جماعة بتبقى فعلا يعني منقذة. حتتين لحمة مسلوقة واجري على حتى لو انتي مثلا ممكن يجيلك حد على غفله، تكون انتي مثلا سالقه مثلا بتاع كيلو لحمه حطاه في الفريزر او نص كيلو لحمه، هتطلعيه مسلوق كده، بتكون سلقه كامله، هتطلعيه تحطيه على الخضار على طول، وعملتي احلى طواجن. يعني لو انتي عايزه في رمضان هتسلقي كيلو لحمه، تعمليه كده، تحطي كل كام قطعه اللي انتوا يعني على حسب افراد اسرتك بقى، هتطلعي الكيس، هتحطيه على الخضروات اللي احنا عملناها دي، وهتروحي حطاها في الفرن زي بالطريقه اللي احنا قلنا لك عليها. هتحطيها وتغطيها بالفويل، هتلاقيها اتشربت وبدات البصل بتاعنا والخضار بدا يلسع لسعه خفيفه كده، تقلبي، نفضل نقلب كده لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه، وفي النهايه
في اللسعه النهائي الاخيره اللي هو بقى اللي احنا مش عايزين لون بعدها تاني، نحط شويه ميه صغيرين يغلي ونسيبها تاخد وش في الفرن من الشوايه، ونطلعها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اشيك واجمل طاجن ممكن تعملوه ده. انتوا لو عندكم كمان رز بسمتي تقدروا تحطوه عليه.